بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فقد بدأنا في الأمس في القراءة في هذا الكتاب تفسير السعدي رحمه الله تعالى، وقلنا سنأخذ سورة يوسف. من يأتي لنا بنسب يوسف من الطلاب؟ يوسف ابن من؟ يوسف ابن من؟ لا أحد منكم. يوسف ابن من؟ ابن من؟ ابن يعقوب. نعم، أحسنت. ابن من؟ إسحاق. أيوة. ابن من؟ لا، يوسف نبي الله، ابن نبي الله. يوسف ابن يعقوب، ابن نبي الله، ابن إسحاق، ابن خليل الله. إذن من؟ إبراهيم. يوسف ابن يعقوب، ابن إسحاق، ابن إبراهيم عليهم الصلاة والسلام. أما إسماعيل فهو يعني بمنزلة عمه، أخو جده، بمنزلة عمه، أخو إسحاق. قال: فقوله تعالى: إذ قال يوسف لأبيه، شرع في ذكر القصة. قال: إذ قال يوسف لأبيه يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم الخليل عليهم الصلاة والسلام: يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتم لي ساجدين. فكانت هذه الرؤيا مقدمة لما وصل إليه يوسف عليه السلام من الارتفاع في الدنيا والآخرة. وهكذا إذا أراد الله أمرا من الأمور العظام قدم بين يديه مقدمة توطئة له وتسهيلا لأمره واستعدادا لما يرد على العبد من المشاق، أي الشيء الشاق الثقيل، ولطفا بعبده وإحسانا إليه. فأولها يعقوب، أول هذه الرؤيا التي رآها يوسف التي رآها ابنه يوسف. قال: فأولها يعقوب بأن الشمس أمه والقمر أبوه والكواكب إخوته، وأنه ستنتقل به الأحوال، أي بيوسف، إلى أن يصير إلى حال يخضعون له ويسجدون له إكراما وإعظاما، وأن ذلك لا يكون إلا بأسباب تتقدمه من اكتباء الله له واصطفائه له وإتمام نعمته عليه بالعلم والعمل والتمكين في الأرض، وأن هذه النعمة ستشمل آل يعقوب الذين سجدوا له وصاروا تبعا له فيها. هذه رؤيا يوسف عليه الصلاة والسلام، رآها وهو ما زال صغيرا. فلما رأى هذه الرؤيا قصها على أبيه، على يعقوب عليه الصلاة والسلام. فهذه الرؤيا يذكر العلامة السعدي رحمه الله تعالى أنها مقدمة لما سيصل إليه يوسف عليه السلام من الرفعة في الدنيا والآخرة. والله عز وجل إذا أراد أن يظهر شيئا، إذا أراد أمر من الأمور العظام، لابد أن يجعل أمامه مقدمات، كما يعني فعل في موسى عليه الصلاة والسلام
كما يعني حصل لموسى عليه الصلاة والسلام من يعني الكرامة. ما هي الكرامة؟ في صغره. في ذلك الزمن كان فرعون يقتل جميع من يلد في تلك السنة، فأكرم الله عز وجل نبيه موسى عليه الصلاة والسلام بأن يسلم من القتل. وأين يعيش؟ في قصر من؟ في قصر الطاغية. هذه كرامة، هذه مقدمة. وهنا يوسف عليه الصلاة والسلام يعني أراه الله عز وجل هذه الرؤيا، فهذه مقدمة لما سيصل إليه، لما سيصل إليه من الرفعة. فأولها يعقوب عليه الصلاة والسلام يعني فسر هذه الرؤيا وعبر هذه الرؤيا. فالرؤى تعبر، وهي علم التعبير موجود إلى الآن، يدرس. علم التعبير يدرس، وليس كل أحد يقول في علم التعبير، لا، من يقول في علم التعبير وهو جاهل يدخل في قول الله عز وجل: ولا تقف ما ليس لك به علم. يدخل في القول على الله بلا علم، لأن هذا من العلم تعبير الرؤيا. ففسرها يعقوب عليه الصلاة والسلام قال: الشمس هي أمك، والقمر هو أبوك، والكواكب إخوتك. يا أبت إني رأيت 11 كوكبا، وإخوتهم 11. والشمس هي أمه قال، والقمر أبوه لي ساجدين. ما سيخضعوا له ويعظموه إلا لأجل ارتفاعه عليه الصلاة والسلام. وكان هذا في شريعة يوسف عليه الصلاة والسلام التحية بالسجود، ونسخت في شريعتنا، نسخت. لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، يقول النبي صلى الله عليه وسلم. لما لزوجها من الحق العظيم عليها، من الحق العظيم على المرأة. قال النبي صلى الله عليه وسلم مما يدل على عظيم حق الزوج على زوجته، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، ولكنه ما أمر أحدا أن يسجد، لأنه محرم في شريعتنا السجود لله عز وجل فقط. في شريعة موسى، في شريعة يوسف عليه الصلاة والسلام كانت تحية بالسجود، تحية بالسجود. وبين له أنه يعقوب عليه الصلاة والسلام بين ليوسف أن هذا لن يأتي لك مباشرة بدون يعني ابتلاء، وبدون امتحان، وبدون مشاق، وبدون تعب، بل ستبتلى وتمتحن. وأيضا لن يأتي هذا بدون علم، بل ستعلم. الرفعة هذه لا تأتي بدون علم، بل سيعلمك الله عز وجل كما سيأتي معنا. قال: ولهذا قال: وكذلك يجتبيك ربك. قال الله عز وجل: وكذلك، على لسان يعقوب، وكذلك يجتبيك ربك، أي يصطفيك ويختارك بما من به عليك من الأوصاف الجليلة والمناقب الجميلة، ويعلمك من تأويل الأحاديث، أي من تعبير الرؤيا وبيان ما تؤول إليه الأحاديث الصادقة كالكتب السماوية ونحوها. أي قال يعقوب عليه الصلاة والسلام بعد أن أول هذه الرؤيا التي رآها يوسف، وقال أن يعني هذا يدل على أنك سترتفع، وأن الله عز وجل سيختارك ويصطفيك. وكذلك يجتبيك، أي يختارك من؟ ربك، ويصطفيك، ويعلمك من تأويل الأحاديث، أي تفسير الرؤى. وكما سيأتي معنا في يعني سورة يوسف أن يوسف صار معبرا للرؤى. تقدم معنا أن هذا من العلم،
وكذلك من تأويل الكتب السماوية، يكون عنده علم بالكتب التي أنزلها الله عز وجل على الأنبياء. قال: ويتم نعمته عليك في الدنيا والآخرة بأن يؤتيك في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق، حيث أنعم الله عليهما بنعم عظيمة واسعة دينية ودنيوية. نعم، كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق. بهذا استدل العلماء على أن الجد بمنزلة الأب. جدك، يعني مثلا أنا اسمي عبد الله ابن أحمد ابن عبد الله، جدي اسمه عبد الله، فالجد بمنزلة الأب، بمنزلة الأب في مسألة المواريث. إذا فقد الأب، مات وأبوه ليس موجود وموجود جده، فالجد بمنزلة الأب، واستدلوا بهذه الآية: كما أتمها على أبويك. من هم؟ إبراهيم وإسحاق. وهل هم آباء، يعني آباء ليوسف مباشرة؟ لا، إسحاق جده وإبراهيم جد أبيه، فدل على أن الجد بمنزلة الأب. حيث أنعم الله عليهما، أنعم الله عز وجل على إبراهيم بنعم دنيوية وكذلك دينية، فهو يعني القدوة والأسوة. قد كان لكم فيهم أسوة حسنة، قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. ومن النعم الدنيوية أن أنجاه الله عز وجل من النار، أعطاه الله كرامة. قلنا: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. قال: إن ربك عليم حكيم، أي علمه محيط بالأشياء وبما احتوت عليه ضمائر العباد من البر وغيره، فيعطي كلا ما تقتضيه حكمته وحمده، فإنه حكيم يضع الأشياء مواضعها وينزلها منازلها. أي الله عز وجل محيط، علمه محيط بكل شيء، يعلم السر وأخفى، ما أظهره العبد وما أخفاه، بل وما تحدث، يعني وما تحدث به نفسه، وما سيحدث به نفسه الله عز وجل قد علمه. فالله عز وجل علمه محيط بكل شيء. قال: ولما تم تعبيرها ليوسف قال له أبوه، أي تعبير الرؤيا لما عبرها له يعقوب، قال له أبوه أي يعقوب: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، أي حسدا من عند أنفسهم بأن تكون أنت الرئيس الشريف عليهم. إن الشيطان للإنسان عدو مبين، لا يفتر عنه ليلا ولا نهارا ولا سرا ولا جهارا. فالبعد عن الأسباب التي يتسلط بها على العبد أولى. فامتثل يوسف أمر أبيه ولم يخبر إخوته بذلك، بل كتمها عنهم. بعد أن عبر الرؤيا أرشد يعقوب عليه السلام ابنه يوسف إلى أمر، وهو أنه لا يخبر إخوته بهذه الرؤيا، فيسبب ذلك حسد في قلوبهم بأنه هو الرئيس وهو الشريف وهو المعظم، فبسبب ذلك الحسد يمكر به ويريد أن يصل إليه بسوء. وهنا فائدة ذكرها العلامة السعدي، قال: فالبعد عن الأسباب التي يتسلط بها على العبد أولى. سبب تعرف أنك إذا فعلت هذا سوف تسب، إذا فعلت هذا
سوف تهان، فينبغي عليك الأولى ألا تفعل هذا العمل، ألا تفعل هذا العمل، وإن كان فيه مصلحة لك، لكن في مقابله مفسدة أعظم، لا تفعل ذلك، لا تفعل هذا العمل. قال: لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. قال يقول تعالى: لقد كان في يوسف وإخوته آيات، أي عبر وأدلة على كثير من المطالب الحسنة للسائلين، أي لكل من سأل عنها بلسان الحال أو بلسان المقال، فإن السائلين هم الذين ينتفعون بالآيات والعبر، وأما المعرضون فلا ينتفعون بالآيات ولا بالقصص والبينات. نعم، لقد كان في يوسف وإخوته وما حصل بينه وبين إخوته آيات، عبر وعظات لمن سأل عن قصة يوسف للانتفاع. أما المعرض فلا ينتفع بالقصص ولا تؤثر فيه المواعظ والعبر، ولا تؤثر فيه المواعظ والعبر. قال: إذ قالوا ليوسف فيما بينهم ليوسف وأخوه، إذ قالوا فيما بينهم ليوسف وأخوه بنيامين، أخو يوسف بنيامين أي شقيقه، أي أخوه من أمه وأبيه، وإلا كلهم إخوة، لكن هؤلاء إخوان من أبيه. يوسف وبنيامين إخوة من أم وأب، أبوهم واحد وأمهم واحدة، إخوة أشقاء، هذا يسمى أخ شقيق، أخ شقيق من أم وأب. لكن البقية العشرة، البقية الإخوة إخوان ليوسف ولبنيامين من أبيهم، أمهم أخرى، فهذا يسمى أخ لأب، أخ لأب. وهناك أخ ثالث، ما هو؟ مر معنا أخ شقيق من أمه وأبيه، وأخ لأب وهو الأخ من أبيك، وهناك أخ لأم وهو أخوك من أمك، أخوك من أمك فقط، أبوك وأبوه مختلفان، هذا موجود عندكم، موجود، معروف هذا حاصل لي. قال: وإلا فكلهم إخوة يجمعهم يعقوب عليه الصلاة والسلام. قال: أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة، أي جماعة رأوا، هؤلاء الإخوة إخوة يوسف العشرة رأوا معاملة يعقوب عليه الصلاة والسلام ليوسف ولبنيامين، وأنه يفضلهم. وفي هذا يستدل العلماء على أنه ينبغي للأب ألا يميز أخ عن أخ لكي لا تحصل بينهم العداوة والشحناء، ألا يميز أخ عن أخ لكي لا تحصل بينهم العداوة والشحناء والحسد والفرقة والاختلاف، بل لابد أن يعدل بينهم، قال: أي جماعة ونحن عصبة، أي جماعة عشرة، فكيف يفضلهما علينا بالمحبة والشفقة؟ كيف يفضل اثنين ونحن عشرة؟ نحن عشرة وهؤلاء اثنان فقط، كيف يفضلهم علينا بالمحبة والشفقة؟ فبسبب ذلك حصل الحسد وحصل ما حصل كما سيأتي. قال: إن أبانا لفي ضلال مبين، أي لفي خطأ بين، حيث فضلهما علينا من غير موجب نراه ولا أمر نشاهده. نكتفي بهذا القدر إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.